السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كنزي لايف واي. فقرة الأسئلة اللي وعدتكم بيها هكتفي في كل حلقة بإجابة سؤال واحد عشان ما طولش الفيديو على أصحاب الباقة، وعشان تعرفي سؤالك من عنوان الفيديو. أخت اسمها الحمد لله سؤالها باختصار إن والدتها متوفية، فوالدها تزوج واحدة من عيلة سمعتهم للأسف مش كويسة، واكتشفوا إن زوجته دي عاملة له سحر، وحصل مشاكل بينهم وبين والدهم، وإنه كذب وإنه باعهم، وإنهم استعانوا برجالة علشان يكلموه لكنه ما سمعش كلام حد، وبتقول إنها اتخانقت معاه. هل أنا كده صح ولا غلط وأعمل إيه؟ طبعا يا حبيبتي، الأب ما ينفعش نتخانق معاه، ما ينفعش صوتنا يعلى عليه، ولنفرض إنه أخطأ، ما ينفعش نعالج خطأ بارتكاب كبيرة من الكبائر اسمها العقوق. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كلم أبيه عشان ينصحه بترك الكفر، هل بعد الكفر ذنب؟ مفيش بعد الكفر ذنب، ده واحد بيحارب ربنا عز وجل، مش واحد بقى اتجوز جوازة مش كويسة. سيدنا إبراهيم عليه السلام عمل معاه ايه؟ شوفي كمية الأدب والخضوع والتذلل اللي كان بيتكلم بيها مع أبوه عاملة ازاي. ربنا عز وجل قال عنه في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي. بصي الأدب، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. بصي كمية الأدب اللي كلموا بيها، وابوه رد عليه ازاي؟ قال له لو ما بطلتش اللي بتقوله ده أنا هرجمك. يعني ايه؟ يعني هحدفك بالطوب لحد ما تموت. سيدنا إبراهيم عليه السلام رد عليه قال له ايه؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يعني أبوه كفر بالله عز وجل وحارب أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهدده إن هو يقتله ويرجمه، ومع ذلك ابنه رد عليه قال له إيه؟ قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي. استغفري له، لو باباكي أخطأ استغفري له وادعي له. لو عايزة رأي الشرع في مشكلتك، هو ده الرد، هو ده السلوك اللي المفروض نتعامل بيه مع أبوينا، الأب أو الأم. اللي أخطأ ننصحه بالحسنى، نفذ النصيحة يبقى الحمد لله، ما نفذهاش يبقى يتحمل نتيجة اختياره، ونبقى كده عملنا اللي علينا معاه. زوجته الجديدة بقى لو سلوكها مش كويس، تقدروا تقطعوا تعامل معاها تماما وتتعاملوا فقط مع والدكم. وعلى فكرة طول ما هو شايفكم ضدها هيفضل متمسك بيها ومغمي عيونه عن عيوبها، فسيبوه، هو مش صغير، ومع الأيام هيكتشف مساوئها. أما بالنسبة للسحر لو فعلا اتعمل، لازم هو يكون مقتنع ومصدق وحابب إن هو يتعالج من السحر ده، فتبحثوا عن شيخ فاضل في بلدكم يعالجوا منه، واحذروا من الدجالين، شيخ يعالجوا بالرقية وبالقرآن مش باستحضار الجان والشياطين والحاجات دي. وربنا يحفظه ويهديه للصواب ورضوه، لانه لو راح منكم مش هيتعوض، وساعتها هتنسوا كل المشاكل اللي حصلت منه، وهتقولوا يا ريته كان قاعد معانا بمشاكله وسطينا، ولا اننا نتحرم منه كده. واشوفكم في اجابة سؤال جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة كنزي لايف واي.